السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد اسرع واسهل معسلات. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم معسلات ل10 دقائق كتجي اكثر من رائعه، لا في الشكل ولا في المذاق. مكونات اللي هما بساط، معسلات اللي كتجمع ما بين التعليكه والتقرمشه. قبل ما نبداو في طريقه التحضير نطلب منكم فضلا وليس امرا دعموني بتعليقاتكم ولايكاتكم ونبداو. غادي نحتاج الورقه ديال الفيلو اللي غادي نطويها على جوج، وغادي ندهنها بالزبده. الزبده اللي تتكون خاليه من السوائل اللي طيبتها. من بعد غنجيب واحد المكسرات، انا هنا درت الكركاع تنديرهم عاديين، ما تنزيد عليهم حتى شي اضافات. من بعد غادي نطوي الورقه من الجناب هكا، من جوج ديال الجناب غنخليها على شكل مستطيل هكا، ندهنها بواحد شويه ديال الزبده صافي، وغادي ندرو ليها. غندير على شكل رول هكا. هذا الرول هذا غادي يعطيني جوج ديال القطع، غنقسمو على جوج في النص صافي. كنحطو في الطاوه ديالي اللي غندخل الفران، كندير الجهه المفتوحه غنديرها للفوق. من بعد غنكمل بنفس الطريقه هذا الشكل هذا. نكمل هذا الشكل الثاني. انا ما بغيتش باش يجيني الفيديو شويه قصير، غندوز للشكل الثاني. غندير هنا 4 ديال الاشكال. الشكل الثاني غادي ندير فيه شويه ديال البيستاج، نص مهرمش والنص صاين هكذا. تنشد الورقه جوج ورقات اللي مضوبلات دهنتهم بشويه ديال الزبده صافي، غادي نلويهم هكا من الجنب. غنديرهم على شكل بودان طويل اللي غادي يعطيني 4 ديال القطع. انا هكا شكلتهم باش يجيني واحد البلاطو اللي يكون منوع فيه الاشكال مختلفه. الاولين درت فيهم الكركاع، هادو غندير فيهم هاد لي بودان، ندير جوج ديال لي بودان اللي فيهم اللي غادي يعطيوني 8 ديال القطع. درت فيهم البيستاج صافي، وغنرولي شكل حاجه ساهله. غنروليهم هكا وغادي نقطعهم. تقدروا تقطعوهم ديريكت في الطاوه، انا البودان الثاني قطعته في الطاوه جاني سهل، لان هذاك ما درت ليه حتى شي اضافات. هذاك البيستاج تحاولوا تهزوه باش ما يطيحش لكم. من بعد هو ملي غادي يطيب وغادي ديروا له العسل صافي، راه غادي يتشد، ما تيبقاش يتشت هذاك المكسرات اللي درت فيهم من الداخل. غادي نعاود واحد اخر، جوج ورقات ديال الفيلو اللي كنحطهم وندهن. اهم حاجه هو ندهن واحد دهينه هكا خفيفه ديال الزبده. درت هذاك الخليط ديالي ديال البيستاج صافي، وغنلوي بنفس الطريقه. ندهن الجنيبات شويه ديال الزبده، هذيك الزبده تزيدهم واحد القربشه زوينه صافي. هذا غنخليه هكا صاين حتى تنقطعو ديريكت في الطاوه باش يجيني ساهل. من بعد غادي ندوز، غادي نشكل واحد شويه ديال البريوات انا عمرتهم من الداخل بالسفوف، كيجيو واعرين البنات. هذا الاقتراح هذا غير جربوه وردوا عليا. انا السفوف راه عندي ميدمين، عندي معلكين. الا كانوا عندكم ناشفين من السفوف اللي تيكونوا ناشفين، زيدوا لهم واحد شويه ديال الزبده باش يتعلكوا وتحطوا على شكل كويره. شوفوا كي راه داير القوام ديالو عندي، جاو رائعين. ديك التقرمشه ديال الورقه مع العسل تيجيو حاجه خطيره صافي. داك الشكل اللي تيبقى ديال الورقه صافي تلصقوها بشويه الزبده راه كيلصق. غنكمل نزيد شويه ديال البريوات. درت كميه اكثر من الشكل ديال البريوات. من بعد غادي ندوز، غادي نشكل الشكل الرابع اللي قلت لكم، 4 تشكيلات اللي درت في هذه الطاوه هذه. غادي نجيب درت مع 3 ديال لي باي اللي زيتهم بروق ديال السلوفان عا باش تجيني هكا حاجه اللي قطيب اللي غادي نلوي عليه. من بعد غادي نلوي الورقه ديال الفيلو تنيتها على جوج ودهنتها بالزبده صافي. ملي كنوصل للاخر، قبل ما نوصل للاخر كاع صافي، كنحاول ندير واحد التكريشه تما في الورقه، ونجبد هذيك لاباي ونحاول ندور. انا هنا كنت باغا ندير هذاك الشكل على اصاور ست، ولكن الورقه ما ساعدتنيش، كانت شويه نشفات عندي. الا كانت عندكم الورقه جديده تقدروا ديروا هذا الشكل هذا بسهوله كيدور. من بعد غادي نعمرهم بشويه ديال المكسرات اللي كاينه. ندير انا خليط ديال الكركاع والبيستاج هما باش غادي نعمرهم، غادي تشوفوهم في الاخر في الشكل كيفاش غادي يجيو صافي. غنزيد وحده اخرى صافي. انا بغيت ندير غير واحد الطاوه وحده
هكا تقدروا ديروهم في اي وقيته، مثلا من يومين ليومين، باش يبقاو داك المذاق ديال تيكون فيهم جديد وزوين. يعني ما لا داعي ديروا كميه كبيره. بحال هاد البلاطو هذا، هاد البلاطه ما خداش معايا 10 دقائق ديال التحضير. صافي غندهن كلشي بالزبده مزيان، مسقيبه ديك الزبده اللي بقات عندي، وهذوك اللي محلو مفتوحين حتى هما تندوز عليهم الزبده من الفوق من الجنيبات. كلشي كندهنو بالزبده. صافي من بعد عندي الفران في هذه الاثناء، راه الفران سخنته على 180 درجه من الفوق ومن التحت. غادي نقطع هذاك البودان اللي ما قطعتوش، نقطعوه هكا على شكل معينات هكا باش يجيني شكيل واحد اخر. هما راه كلشي مختلفين في الحشوه، شي درت فيه الكركاع، شي درت فيه البيسطاش، شي درت فيه البريوات، درت فيهم الصفوف. صافي وغادي ندخلهم للفران. خداو معايا نص ساعه تقريبا في الفران تحمروا. المهم تشوفوا نتوما تحمروا من الفوق ومن التحت. صافي وهما سخان تسقيوهم بالعسل. انا العسل هنا كان عندي واجد، غير سخنته واحد شويه باش يتطلق. الا كان عندكم العسل شويه جامد تقدروا تسخنوه، اولا ديروا العسل العادي اللي راه حنا سبق لنا وحضرناه في القناه كيفاش التحضير ديال العسل ديال المعسلات. هذا عندي انا واجد، صافي انا خدمت به باش نربح الوقت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاوه ديالي ديال اليوم ديال المعسلات. حاجه رائعه وزوينه، نتمنى تعجبكم. ما تنساوناش تدعمونا باللايك. شكرا، مع السلامه.